بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ بسمة أمل. الوصفة نتاعنا تاع اليوم غادي نديرو الشامية أو قلب اللوز، تجي مشربة للقلب وبنة ولا أروع. وهاد الوصفة هي وصفة الأصلية بلا البن، وتجي بمكونات اقتصادية وتجي بنينة، تجي كي تاع برا وبمكونات اقتصادية، وإحنا كامل نحبوها ونحبو نديروها خصوصا في شهر رمضان الفاضل. بالنسبة للمكونات تاع الوصفة تاعنا نحتاجو 7 كيسان نتاع السميد كما رانا نشوفو هنا لازم يكون خشين. ونحتاج كذلك 4 كيسان تاع السكر، هذا هو الكاس اللي عبرنا به. هنا لازم نفس الكاس نعبرو به الكيلات نتاعنا نتاع السميد والسكر. وهنا نحتاج كاس تاع الماء مع كاس تاع ماء الزهر نفس الكيلة. ونحتاج كذلك كاس تاع زبدة تكون دايبة وباردة، ونص كاس تاع الزيت، ورشة نتاع الملح. وهنايا نمرو نحضروا الوصفة نتاعنا. في اناء نديرو 7 كيسان تاع السميد نتاعنا، سميد خشين كونوا غربناهم من قبل، ونضيفوا عليهم 4 كيسان نتاع السكر. قلنا الكاس اللي عبرنا به السميد نعبرو به نفس المقادير الاخرى، ونضيفوا رشه نتاع الملح، ونخلطوا النواشف تاعنا مليح حتى اللي يتجانسوا هذه الطريقه. هنا لازم قبل ما نضيفوا المكونات تاعنا نخلطوا النواشف تاعنا مليح حتى اللي يتجانس السكر مع السميد نتاعنا. نضيفوا عليه الكاس نتاع الزبده اللي تكون ذوبينها بارده، مع نص كاس نتاع الزيت، ونبسوا السميد نتاعنا مليح. قادرين نبسوه غير بالمغرف، ماشي شرط نديرو يدينا، وكل واحد واش يحب كيفاش يخدم. هذه هي نبسوه لازم مليح حتى اللي الدهان نتاعنا والزيت يتجانسوا مع السميد نتاعنا والسكر. بهذه الطريقه لازم كامل الحبيبات تاع السميد نتاعنا يتبسوا بالخليط نتاع الزبده والزيت باش تنجح لنا الوصفه نتاعنا. وهنا كما رانا نشوفوا بعد ما الخليط نتاعنا تبسس مليح والسميد تاعنا تشرب هذيك الزبده والزيت، هاد الطريقه نروحو نضيفو كاس تاع ما زهر على السميد نتاعنا مع كاس نتاع الماء، ونخلطو الخليط نتاعنا مليح حتى الكامل السميد تاعنا يتشرب الخليط نتاع الماء مع ماء الزهر. وهنا لازم نخلطو مليح باش السميد تاعنا كامل يتشرب ويتنسم بالعطر نتاع ماء الزهر، ويتشرب الكاس تاع الماء اللي ضفناه له. هنا بعد ما خلطنا السميد تاعنا مليح نغطو السميد نتاعنا ونخلوه يرتاح مدة ساعة كاملة، من ساعة حتى لساعتين. قد ما السميد نتاعنا ريح مليح تجي الشامية نتاعنا بنينة وهشيشة. وهنا نروحو نحضرو الشربات تاعنا. بالنسبة للشربات نحتاجو 4 كيسان نتاع السكر،
نفس الكاس اللي عبرت به السميد والسكر وباقي المكونات نعبروا به السكر والماء. قلنا نحتاجو 4 كيسان تاع السكر، وهنايا وريتكم طريقة كيفاش عبرنا. نفس الكاس نعبروا به، هذا هو الكاس اللي عبرنا به. نعبروا كيلة كاملة، نديروا 4 كيسان تاع السكر، ونديروا السكر تاعنا فوق الغاز يذوب غير شويه وياخذ هذاك اللون نتاع الكراميل اللي نحتاجو باش الشربات تاعنا يجي اللون نتاعه باهي. وهنا نضيفوا عليه 8 كيسان نتاع الماء، 8 كيسان نتاع الماء، ونخلو السكر تاعنا فوق الغاز حتى اللي يذوب ويغلى الخليط نتاعنا. وها هو الخليط تاعنا فوق الغاز بعد ما السكر تاعنا راه عاد يذوب، ما دابش بالكامل. ونضيفوا عليه شريحه نتاع الليمون، ونخلو الخليط نتاعنا يغلي فوق الغاز كما رانا نشوفوا. وهذه هي الشربات تاعنا بعد ما داب السكر. تحصلنا على شربات روعه واللون تاعها باهي. نضيفوا عليها ربع كاس نتاع ماء الزهر، نضيفوه في الاخير ونطفوا الغاز تاعنا. وهنا ناخذ الشربات تاعنا جانبا ونخلوه حتى اللي يبرد. بعد ما الشاميه تاعنا فاتت عليها ولا السميد تاعنا فاتت عليه ساعه كامله، قلنا من ساعه حتى لساعتين قد ما ريح السميد تاعنا يجي شباب، نجيبو صينيه تاعنا وندهنوه بشويه نتاع الزيت، ولا اللي يحب يدهنه بشويه نتاع الزبده يدهنه زبده دايبه. كل واحد واش يحب وكل واحد واش يكون متوفر عنده. احنا قد ما رانا نحوسوا نديروا مقادير اقتصاديه ووصفات اقتصاديه بمكونات سهله وبسيطه موجوده في كل بيت. هذه هي. بعد ما دهنا السنين تاعنا مليح، نجيبوا السميد نتاعنا اللي خليناه تشرب ساعه كامله قلنا، ونضعوا السميد تاعنا في السنين تاعنا بهذه الطريقه. شغل رانا نفتلو في الطعام وحنا نحطو في السميد نتاعنا. هاد الطريقه نديروها باش الشاميه نتاعنا تجي خفيفه. وهنايا نضع السميد تاعنا بالكامل بهذه الطريقه. وهنا نحاولوا باش نسرحوا السميد تاعنا على طبقه متساويه باش الشاميه تاعنا تجي الشكل نتاعها شباب وتجي في الحجم نتاعها حجم متساوي، ما تجي جهه طالعه ولا جهه هابطه، وكل واحد عينه ميزانه. وهنايا نبلل اليد تاعي كما رانا نشوفوا بشويه نتاع الماء، ونبدا نبسط في الوجه نتاع الشاميه نتاعنا. ولا اللي يحب يجيب مغرف ويبللها بشويه نتاع الماء، نفوها في شويه ماء ونبدو نبسطو في السميد نتاعنا باش يجي الوجه نتاع الشاميه نتاعنا املس وتجي طايه نظره شابه بهذه الطريقه. وهنا لازم المغرف تاعنا تكون منفخه بشويه نتاع الماء باش تساعدنا في هذه العمليه. وهنايا بعد ما السطح تاعنا ولا املس، نجيبو الخدمي تاعنا ولا السكين تاعنا ونقطعوا الشاميه تاعنا بهذه الطريقه. وهنايا كل واحد ويقطع الشاميه نتاع على حسب الحجم تاع الحبه تاع الشاميه اللي راه باغيها هو. هنا بغينا حجم متوسط، قطعناها بهذه الطريقه. وهنايا لازم نكونوا سخنا الفرن على درجه حراره عاليه من قبل، ونشعلوا الفرن تاعنا غير من التحت، ونديروا البلا تاع الشاميه نتاعنا يطيب. باش الشاميه طيب تاعنا لازم تكون نار هادئه. وهنا كما رانا نشوفوا بعد ما طابت الشاميه تاعنا وخرجناها من الفرن مباشره نروح نجيبوا الشربات تاعنا اللي يكون بارد، ونبدو نسقوا في الشاميه نتاعنا بهذه الطريقه.
لازم الشاميه تاعنا تشرب الشربات بالكامل. نديرو كاع هذيك الكميه تاع الشربات اللي وجدناها مع بعض وتكون بارده، كبوها على الشاميه تاعنا بهذه الطريقه. هنا في هذه العمليه بما ان الشاميه تاعنا راه حاميه، لازم الشربات تاعنا يكون بارد، نخلوه يبرد غايه باش نمروا لهذه العمليه، باش الشاميه تاعنا تجينا شابه، ما تجيش معجنه من الداخل، تجي خفيفه. وصدقوني الشاميه بهذه الطريقه تجي تاع برا، تدي بزاف تاع المحلات، لا من الذوق لا من البنه كل شيء. وهنا نخلو الشاميه تاعنا تشرب كامل الشاربات وتبرد. وهنا لازم هاد العمليه نخلوها ليله كامله، نغطوا الشاميه تاعنا ونخلوها تبرد ليله كامله. وهنايا بعد ما خليت الشاميه تاعنا بردت ليله كامله، نروحوا لعمليه التقطيع. نقطعوها طريقه، واللي يحب يقطعها بسكين قطعها. والسر نتاع الشاميه نتاعنا باش تجي تشبه تاع برا وتاع المحلات، لازم نخلو السميد نتاعنا في المرحله الاولى قبل ما نطيبوه يرتاح مده ساعه الى ساعتين. ولما طيب الشاميه نتاعنا ونسقوها بالشربات تاعنا وتتشرب، نخلوها ليله كامله حتى اللي تبرد بالكامل. وصدقوني نتحصلوا على شاميه ولا اروع. وهذه هي الشاميه نتاعنا بعد ما قطعناها، جا اللون تاعها روعه، لا روعه في الشكل في اللون وحتى الذوق تاعها، صدقوني ولا اروع. نتمنى تجربوها وترجعوا لي الخبر، ومتاكده بلي غادي تعجبكم بزاف. هاد الوصفه نجمو نعتمدوها في موسم الصيف، تجي خفيفه وبارده منعشه. وصفه كذلك نعتمدوها في شهر رمضان الفاضل. وهاد الوصفه اقتصاديه وسهله، انا ما حبيت ندير لكم فيها لا لوز لا كوكا، باش تجي وصفه نتاع قلب اللوز ولا الشاميه الاصليه على الطريقه الجزائريه. وحنا كما قلنا دائما نعتمدوا ونبغوا نديروا وصفات سهله اقتصاديه بمقادير موجوده في كل بيت وتساعد كامل الناس. وهذه الوصفة تاع الشامية ناجحة 100%، بصح لازم نتبعوا الخطوات تاعها خطوة بخطوة باش تنجح معانا. ونتمنى تكون عجبتكم الوصفة نتاعنا تاع اليوم، وما تنسوش تشتركوا في القناة تاعي وتدعموها فضلا وليس امرا. واللي انضم القناة نقول لهم مرحبا بكم. ان شاء الله تكون هذه القناة قناة بسمة امل، بسمة خير وامل في حياتكم وفي حياة وليداتكم. وهذه هي الوصفة تاعنا تاع اليوم، كانت شامية ولا قلب اللوز الجزائري بمقادير اقتصادية وسهلة وبطريقة سهلة، وتجي مشربة ومعسلة، تجي كي تاع المحلات تاع برا. صدقوني نتمنى تجربوها وما تندموش، متأكدة بلي ما تندموش. وهنا كما راكم تشوفوا الشاميه تاعنا غتبان بلي جات مشربه. وهنا كما قسمناها شوف كي راها تبان مشربه وخفيفه، تنقسم معنا بسهوله. وصفه ولا اروع. نعرف بلي كامل غادي تجربوها وتعجبكم الوصفه نتاع اليوم وتخرج معاكم ناجحه ان شاء الله. وهنا في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه، ويلقاكم هذا الفيديو بصحه وبعافيه ان شاء الله. ومع السلامه في فيديو جديد ووصفه جديده.